أول تعليق لغانم سايس بعد إعلان إصابته. تعرض المدافع المغربي غانم سايس لإصابة قوية على مستوى الكاحل خلال تدريبات فريق السد القطري، مما سيبعده عن الملاعب لفترة غير محددة. ونشر سايس عبر حسابه على إنستغرام رسالة أكد فيها حزنه للإصابة، قائلا: للأسف خلال التدريب الأخير أصبت في الكاحل، مما سيمنعني من اللعب لفترة. شكرا لكم على رسائلكم الداعمة، وأعدكم بالعودة أقوى إن شاء الله. وراء كل محنة خير. من جهته، أعلن نادي السد في بيان رسمي أن الفحوصات الطبية أثبتت تعرض سايس لتمزق في أربطة الكاحل دون تحدي مدة غيابه عن الملاعب. يذكر أن الناخب الوطني وليد الركراكي ومساعده رشيد بن محمود كان حاضرين لمتابعة المباراة الأخيرة، والتي شهدت غياب سايس ومشاركة حكيم زياش كبديل في الدقيقة 67. لا تنسى الاشتراك ليصلك كل جديد، وشكرا.